ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناتي يوميات سناء. عاملين ايه؟ اخباركم؟ طمنونا عليكم. قبل ما نبدا الفيديو صلوا على النبي في الكومنتات وزيدوا النبي صلى واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. وهنبدا. انا هنا معلقه فرخه البوتاجاز موسخ شويه عشان كان عندي عملت اكل كتير فما فضيتش ان انا انضفه. عاملين ايه؟ اخباركم؟ هنا انا معلقه فراخ. ماشي، جبت بصلات قطعت يدي حتى 3 4 بصلات في طاسه. ماشي حبيب قلبي، هشوحهم لحد ما يدبلوا خالص كده ويحمروا، واروح ايه هعمل صينيه بطاطس بالفراخ، لا مش بالفراخ، صينيه بطاطس كده بالخضره. ماشي، انا هو زي ما قلت لكم في فيديو تفريز الطماطم، انا حاطه الطماطم في الشوربه لو انتوا شايفينها. ماشي، حطيت حبه ملح في البصله عشان تدبل بسرعه. شايفين؟ هقعد اقلب فيها شويه لحد ما تدبل خالص ولونها يتغير. هطلع الطماطم وهي بنات زي ما قلت لكم، انا بحط 3 دقايق 4 دقايق في الشوربه، بتروح دبلانه خالص وفي نفس الوقت تسبك. ماشي، انا اطلعهم اهو، احط لهم كام معلقه شوربه واضربهم في الخلاط فرمه واحده. شايفين اهو؟ انا حبيت اوريهم لكم عشان تتاكدوا من كلامي ان انا بحطها في الشوربه، بفرزها صاحيه، بحطها في الفريزر صاحيه، ما بعملهاش صلصه لانها بتاخد وقت وبتاخد الانبوبه بتخلصها وحوارات كتيره وتقعد نفس اليوم معاكي. لا، انا اعملها كده واطلعها بسرعه، احطها على النار وخلاص. شايفين البصله قربت تدبل معايا؟ هقعد اقلب فيها شويه. حطيت لها حبه زيت سوري، حطيت حبه زيت للبصله خليها تدبل، وحرك عشان ما تلسعش مني. الملح يا جماعه بيظبطها خالص. شايفين انا بقلب فيها كويس؟ هقلبها مره واتنين وتلاته لحد زي ما قلت لكم هتدبل كويس. صلوا على النبي في الكومنتات وزيدوا النبي صلاة، وكتروا من الدعاء والاستغفار، وسيبوا لي كومنت جميل زيكم. مش حبيب قلبي؟ شكلي داخله على دور برد فعشان كده مش قادره اتنفس. ماشي، هفضل اقلب فيها لحد ما تدبل خالص. اول ما هلاقي لونها اتغير هعمل ايه؟ مش عايزه اقول لكم الطريقه عشان ما احرقش الفيديو. ماشي يا حبايبي؟ شايفين؟ هفضل اقلب فيها. بصوا، هجيب نص قرن فلفل سبايسي او حامي او حراق، المهم يكون مشطشط. هقطع قطع صغيره خالص خالص خالص. شايفين؟ هقطع النص كله. وخلي بالكم كل صينيه البطاطس كل ما تكون مشطشطه تبقى طعمها جميل وروعه. ماشي، هقلبها. هقلبها شويه حلوين. وهجيب خضره. انا عندي في الزرع شبك، ما البقدونس مطلعش قوي يعني، طلع الشبك فجبت شبك.
هقلبهم كويس. وهجيب البطاطس هصفيهم من المية، نقعهم في مية وملح، وهحطهم كويس عشان يعني في الصينية، وأقلبهم كويس معاهم مع الخضرة والبصلة. شايفين أقلبهم ازاي عشان كله يتقلب في بعضه. وفي نفس الوقت أنا كنت ضربت الطماطم في الوقت اللي بسيبكم في الفيديو كده، بضرب الطماطم وأنا واقفة. شايفين شايفين قلبتها كويس كيف بقى كلها خضرة. حطيت آخر حبة فلفل أسود عندي. وصفيت الطماطم، شوف الطماطم شكلها ازاي، تخينة خالص. شايفة من درجة لزجانها عاملة كيف في الشفشف، عشان تعرف يا بنات لما تحطيها زي ما بصي شكلها عاملة كيف، تخينة خالص كيف. شايفين لما تفرزيها صاحي بيبقى كده، لكن انتي لما بتفرزيها بتعمليها صلصة وتفرزيها دي بتتميلي مية. شايفين شكلها، شايفين شايفين يا بنات، شايفين شكلها. احط فيه معلقتين 3 شوربة. بصوا بصوا شكله تخين كده، لازق في الشفشة عشان دي بفرزها صاحية، هتبقى زي الصلصة بالظبط الجاهزة. اما تحطيها بالذات في الشوربة 3 دقايق بس كده تاخد غلو، لكن انتي هتفرزيها مكيساها وجاهزة دي هتتعبى اصلا، هتتملي تلج ومية. شايفين الناس شايفين شكلها ايه اللي فاضل فيها؟ البذرة والقشرة اهو. شايفين اهو، عشان تتبعوا كلامي وتفرزوها صاحية. هقلب البطاطس كويس. شايفين هزيدها كم كبشة شوربة اهو. جبت الكبشة، هزيدها كبشة الشوربة عشان تتسبك وتطيب كويس وتبقى زي الزبدة. بس كده، وتاخد نفسها غطيها بقى ومع نفسها. هدوق حياجها، هحط لها معلقة ملح ابيض، وهحيجها واسيبها، هسيبها مع نفسها خالص. اغطيها زي ما قلت لكم مع نفسها. بعد كده شوفوا الفراخ استوت ولا لا. جبت طبق، اطلع الدبابيس بتاعت الفراخ. انا كل فرخه لما بقسم الفراخ بحط 3 دبابيس في كل كيس، بحيث عشان اولادي الصغيرين بياخد كل واحد دبوس بيحبوه. بس انا هشوف الفرخه لقيتها بص يعني استوت خلاص، اطلعها كلها. بس كده، هجيب حله عشان اعمل ملوخيه يا جماعه.
هغرف شوية شوربة عشان اعمل ملوخية ناشفة مش ملوخية خضرا. هخليها لكم شكلها نفس شكل الملوخية الخضرا بالظبط، تفتح النفس كده. في ناس بتعملها بالطماطم بس انا لا، بعملها بالشوربة كده. ماشي، بطشلها. بصوا انا جبت ملوخية اهو، كبيتهم اخر حبة عندي لسه مكرمتش كده. شايفين شكلها؟ شايفين حلاوتها وجمالها؟ شايفين؟ شايفين شكلها بتنطق ازاي؟ بتاكلوني بسرعة. احلى من ملوخية المطاعم. جبت الطاسة دي، خلاص كانت خلاص قربت تستوي. شايفين شكلها؟ استوت خلاص. بس انا بدوس في كل البطاطس في كل الاتجاهات، احسن يكون في ناحية استوت وناحية ما استوتش. خلاص هطفي عليها وهغطيها واسيبها اهو. زي ما قلت لكم هنا جبت الزيت في الطاسة، حطيت زيت عشان يسخن وابدأ احمر الفراخ. شايفين حبيب قلبي؟ هنا ولعت العين ووطيتها. بحط السطل ده بندفع على العيش، احط الرغيف عليه وافضل اقلب فيه، هتلاقوه طالع زي المخبوز بالظبط. فاهمين يعني طالع زي المخبوز بالظبط؟ بصراحة هيبقوا طعمه من جوه تشوفيه زي اللي يكون لسه طالع من الفرن، لسه خبزاه حالا. ماشي، ما بيحرقش العيش. لو انتوا مطيه البوتاجاز زي ما انا مطيه كده، بصوا كان هيوجع. حسدتوني اكيد، بس اهو سندته. وجبت الفراخ اهو، هبدأ احط في الطاسة. شايفين الزيت سخن ازاي؟ خلي بالكم الزيت انا حاطه فيه رشة ملح عشان يخلي الفراخ حمراء ومجرمشة. بيمتص الرطوبة اللي في او المية اللي في الزيت، الرطوبة اللي في يعني الفراخ لو فيها نقطة شوربة الملح بيمتصها. وهوريكم دلوقتي، اجيب لكم الكاميرا على الطاسة كلها وهوريكم ازاي انا عاملاها. شايفين؟ هقلب الرغيف. ماشي، بصوا انا هنا كنت حمر. بصوا شايفين شكلها؟ شايفين شكلها عامل كيف؟ شكلها كهرمان، والله العظيم كهرمان. شايفين شكلها كهرمان ازاي؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ والله العظيم شكلها ذهبي خالص، بسبب رشة الملح اللي بتحطيها في الزيت. انتوا بتحمروا والزيت اصلا لما تحمري فيه بيجرمش الفراخ. شايفينها حتة في الطاسة؟ بص لونها عامل كيف، احمر كيف. لونها جميل جدا. اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس تصلكم كل الفيديوهات. سامعيني ولا لا؟ سيبوا لي كومنت جميل زيكم يا رب، خلي القناة تكبر بيكم وليكم. هنا قلبت الرغيف، هبدأ اقلب في الفراخ.
بصوا شايفين شكلها هيفضل عاملة كده. شايفين بقلبها ازاي. شايفين يا حبايبي. يا رب يا رب اللي تدوس على اللايك وتكتب لي كومنت جميل زي اليوم شهر رمضان، يا رب تكون في الحرم، تكون عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. شايفين العيش انا هو سايبها برضو. انا لما تكون يعني هدفي عيش كتير بولع الفرن بسرعة بيتدفوا، بس لو رغيف اتنين كده مش مستاهلين، فعشان كده بحطهم على السطل زي ما انتوا شايفين كده. خلاص الفراخ كده خلاص لونها اتغير. هقلب الرغيف ماشي، وهبدأ ان انا هبص على الفراخ اقلبها كويس، واللي حمر هطلع اقلبها على الناحية التانية. يا رب يكرمنا ويكرمكم يا رب زيارة النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص الرغيف كده يعتبر خلاص دي فيه همسة بسيطة بس كده واطلع. انا كده يعتبر خلاص، يعني مفيش غير ان انا اطلع الفراخ واطش الملوخية، ويعتبر كده جهز الاكل. والمفروض ناقصه ايه؟ ناقص الاكل ده يا بنات شوية رز ماشي حلوين كده ويتاكلوا بصينية البطاطس. بس للاسف انا كانت ما عنديش شعرية، ما كنتش حابة ان انا اعمل رز كده ابيض او رز من غير شعرية، فاهمين؟ فعشان كده انا كسلت بصراحة اعمل رز. وفي نفس الوقت انا كنت جاي مقطع العيش بره خلاص خمر وراح احطه في الفرن اخبزه، فقلت اجهز بسرعة الاكل عادي. كده خلاص الرغيف يعتبر استوى. احط الرغيف جمر يعني، احط الرغيف التاني، هقلب الفراخ اقلبهم عشان يحمروا كويس. هفضل اقلب فيهم على الناحية اللي محمرتش اخليها تحمر علشان يبقى كويس. دينا طلعت دبوس اطلعهم كلهم دلوقتي ورا بعض وخلاص كده يبقى كده خلصنا حمير. ماشي حبيب قلبي، كده مفيش غير ان احنا نطش الملوخية ماشي وندفي الرغيف. حبيب قلبي بحبكم في الله. اديني كبيت التوم من البرطمان بالزيت عشان تشوح احمرها كويس وهطش بال الملوخية. انا التوم ضرباه في الكبة وحطاه في الفريزر عشان خلاص موسم التوم، احنا زرعنا التوم يعني فاضل عليه شوية ونقلعه. بس ايه يا بنات فاهمين التوم اليابس هيبدأ يفضى دلوقتي. اديني طشيت الملوخية شايفين. الف هنا على قلوبنا وقلوبكم يا رب. شايفين كمية السمنة والزيت بتاعها حلو كده. والرغيف ده خدته حطيته في كيس عشان يفضل طري.
خلاص هفضيها في الحلة. ألف هنا على قلوبنا وقلوبكم يا رب. يا رب تعالى سنة سعيدة علينا يا رب، وعلى أمة المسلمين كلها والمسيحيين يا رب. كريم يا رب، واستر رزقنا واسترها علينا وعلى أولادنا يا رب. يا رب يا رب، ما تضر حد ولا تسوى حد، لأجل النبي لأجل النبي يا رب، ما تضر حد ولا تسوى حد يا بنات. ربنا يكرمكم ويرزقكم ويهدي عيالكم عليكم يا رب. كده انا فضل الرغيف معايا، يبقى انا كده طشيت الملوخية وعملت صينية البطاطس وحمر. كده الرغيف فضل اللي يدفى معايا كويس. سيبوا لي كومنت جميل زيكم، وصلوا على النبي في الكومنتات، وزيدوا النبي صلاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.